السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا والله كنت عايزة اعمل اكل ومش عارفة اعمل ايه. بدور في التلاجة عندي كده، لقيت عندي كيس ملوخية ولقيت عندي فراخ وعندي رز. قلت اعمل بقى ملوخية وفراخ وامري الى الله. حلو، رضا من عند ربنا طبعا. متنسوش يا حبايب قلبي لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. دعمكم ليا يهمني جدا. انا بحب الشعرية تكون كتير في الرز بصراحة. حطيت الشعرية وحطيت عليها بتاع دوت مكعبين مرقة دجاج. وزي ما قلت لكم قبل كده، اللي مش بيحب مرقة الدجاج يحط عليها بدلها الكاري. الكاري بديل المرقة الدجاج يا جماعة. بعد ما حمرتها وحطيت عليها الرز، لو خدتوا بالكم بصوا الشعرية كتير اهي وباينة، بيبقى طعمها بجد حلو قوي. الرز بيبقى طعمه حلو قوي. حطيت عليه بقى شوية ملح ابيض. وادي المية. طبعا احط ميه تاني لان الميه كده مش مكفيه، طبعا لازم انا احط شويه ميه كمان. اللي عايز يحط يعني يا دوب بتغطي انت الرز، بتغطي الرز بحاجات بسيطه كده. اقلب بقى الرز وهغطيه وهنخش على ايه؟ عمال الملوخيه. طبعا الملوخيه اللي كانت عندي في التلاجة كانت اللي هي المجمده. انا مش بعمل دعايه لشركه بسمه ولا اي حاجه، بس هي فعلا الملوخيه بتاعتهم حلوه قوي. خضرة كده، وتحسوا ان هي كأنك يعني كأن الواحد لسه جايبها وعاملها. هوريها لكم دلوقتي هتشوفوها معايا. انا عملتها بقى في الحلة الصغننة خالص اللي عندي، وكانت عاملة شوية. حطيت الرز وسبته بقى يتشرب براحته. ودي الفراخ انا حاطة طبعا عليها دي التوابل، ما حطيتش لسه الفراخ. ودي الرز اهو تتشرب المية بتاعته اهوت. عايزه اقول لكم الرز مفلفل وجميل. طبعا سامحوني ان انا كنت بصور ساعتها وانا ماسكه الموبايل بايدي، مش محطاه على الحامل، والواحد كان ملخوم خالص يعني، فمعلش. هنا ديت الشوربه. انا بقى طبعا انا كنت بعمل حاجه وملخومه بتهيألي وانا بصور. ديت الشوربه. عملنا كده الرز والفراخ الاخرى اتعملت يا دوب تتحمر بس. هنحط بقى دلوقتي اهوت هي ديت الملوخيه ومعاها التقليه بتاعتها. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي قوي بجد. دي الشوربه، وفيها اللي انتوا شايفينها دي حتت فراخ، قطع فراخ صغيره كده. ما حبيتش ان انا اشيلها بصراحه. قطعه الفراخ دي لما تيجي تتاكل مع الملوخيه طعمها بيبقى حلو قوي. انا كنت بفتح الكيس بتاع الملوخيه، طبعا الحله صغيره وكيس الملوخيه حجمه كبير، فقلت خلاص بقى يعني انا حطيتها بقى وخلاص، اللي حصل حصل وخلاص. هتعامل بقى يعني. هحاول بقى اقلبها شوية يمين وشوية شمال لحد ما تسقط في قلب الحلة، والموضوع يبقى خلاص انتهى على كده وخلاص. مرضتش اعملها في حلة كبيرة بصراحة، يعني ما لهاش لازمة انها تتعمل في حلة كبيرة اصلا. وانا كان عندي الحلة اللي هي ده طقم 4 حلل. الحلة بقى في واحدة اكبر من ال3 دول، فمش هينفع اعمل فيها طبعا. فطبعا انا اضطريت بقى ايه اقلبها شويه في الحله هنا، واحاول اكحتها كده بالمعلقه علشان الطري دوت منها ينزل في قلب الشوربه، ولحد ما تدوب بقى معايا، لحد ما تبوش كده معايا و... واكمل بقى بقيه الاكل بتاعي. ما تنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. وزي ما قلت لكم قبل اي حاجه، تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا لكل اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني. يا ريت يا جماعة لو في اعلانات جت ولا حاجة، يعني لسه والله القناة ما دخلهاش ربح وحياة ربنا. لازم أنا اجمع 1000 مشترك، يعني لازم أنا اجمع 1000 مشترك. لو حتى حد فيكم شاف الاعلانات دي الشركات هي اللي بتبقى منزلاها عندي علشان القناة عجباهم فبينزلوا اعلانات، والاعلانات دي انا مش مستفيدة بيها غير لما اتم 1000 مشترك. اجمع 1000 مشترك ساعتها يبقى كده يخش لي ربح.
وان شاء الله ربنا ييسر الامور لنا جميعا يا رب، اللهم امين. كده خلاص هي ابتدت تنزل، نزلت في الحله بالفعل خلاص الحمد لله. افضل بقى اقلب فيها كده، انا النار طبعا قايده هيت عليها، بحاول بقى ايه ان هي عشان تبوش بقى في قلب الحله. طبعا انا ملخومه اليومين دول معلش عشان انا فرح بنتي، فعقبال اولادكم يا رب، واللي ما اتجوزش عقباله يتجوز، واللي عياله في الدراسه عقبال ما يفرح بيهم، دراستهم طبعا والشهادات بتاعتهم الاول وبعد كده الجواز. فانا عشان انا عشان ملخومه اليومين دول، فعشان كده مش عارفه اعمل لكم فيديوهات، معلش سامحوني تاخر عليكم شويه معلش. يلا يا جماعة لايك أهم حاجة، متنسوش اللايك يا جماعة، اتفرجوا على الفيديو لحد الآخر ويا ريت لايك وشير واشتراك في القناة، والناس اللي اشتركت في القناة يا ريت تفعل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كده خلاص الملوخية ها بتبتدي لسه برضو هي بس طبعا